بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وصحة جيدة وأحسن أحوال. تكون فيديوهاتنا بسيطة وتكون خفيفة على قلوبكم وتكونوا بتستفادوا منها. النهارده بقى ليلة العيد، ربنا يجعله عيد سعيد عليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعا يا رب. وكل عيد واحنا مع بعض، وكل رمضان واحنا مع بعض، وكل سنة واحنا مع بعض، وكل سنة وانتوا جابرين بخاطري ومنوريني في صفحتي على الفيسبوك وقناتي على اليوتيوب. هنا بقى ايه، انا جبت بقى كده شوية فرش جديد في البيت. طبعا انتوا عارفين ان انا جددت الشقة، كمان جددت الفرش، كمان جددت كمان من نفسي. ان شاء الله الفيديو اللي هتشوفوه تاني يوم العيد، الناس كلها نزلت لبس العيد والحاجات ديت بتاعت ولادهم وبتوعهم وكده. انا ما نزلتش حاجه لسه، ان شاء الله هنصور وننزل باذن الله. كان قله فضا ومشاغل، وانتوا عارفين ان انا في رمضان كنت عند ماما وكده. دي بقى شويه اكسسوارات وحاجات كده تحف، كان ابو مالك بعتها لنا من السعوديه، مع الحاجات اللي كان باعتها للولاد عشان نزين بيها كده الدنيا في العيد بصراحه. وكان باعتها من اول رمضان. بس انا بقى كنت شايلها العيد. ودي كفر السجاد بتاع اوضه الاطفال، يلا بينا نفرشها مع بعض وتتفرجوا عليها وتقولوا لي على رايكم. ودي العجله بتاعت مالك اللي جات له هديه في عيد ميلاده، طبعا محدش شافها. العجله دي اللي جابها المالك الدكتوره اللي انا شغاله معاها. انتوا عارفين طبعا ان انا شغاله مع دكتوره. زي ما انتوا شايفين جايبه له العجله دي هديه عيد ميلاده. ربنا يكبر بخاطرها يا رب ويسعدها ويفرح قلبها زي ما بتفرحنا وبتكبر بخاطرنا. وهنا فرشنا الأوضة زي ما انتم شايفين كده. الكفر طلع جميل جدا شكله. انا كنت الكفر ده ما كنتش مقتنعة بيها قوي عشان كان فيها الوان، وانا ما كنتش عايزة حاجة فيها الوان، كنت عايزة حاجة في الديف ذهبي في اسود زي بتاعة الصالة. بس ماما كانت منقياه معايا، واختي قالت لي لا خليها دي جميلة وكده. واهو ماشي الحال. بصوا اهو مكتوب على البتاع 5 ريال تقريبا و75. يعني بعرفكم بس عشان تعرفوا ان هي مش من هنا، عشان هي في ناس بيقعدوا يقولوا لي انت شاريه الحاجه وقايله ان جوزك بعتها لك، والحوارات اللي بتحصل طبعا في السوشيال ميديا اللي انتوا عارفينها دي. ودول بقى بتوع الصاله زي ما انتم شايفين كده، حطيتهم شكلهم تحفه وجميل. هما مش واضحين في الكاميرا كويس، بس بصراحه شكلهم جميل خالص خالص خالص، هيعجبوكم. في اخر الفيديو هصورهم من قريب وهتشوفوهم هيعجبوكم خالص. ربنا يجعله عيد سعيد علينا وعلى الأمة الإسلامية كلها. ربنا يرضيكم ويسعدكم ويفرح قلوبكم. هنا أنا كنت بفرش، كان حوالي الساعة 2 بالليل كده أو الساعة 1 بالليل، والولاد كانوا نايمين لأنهم بيناموا ساعة كده بالليل وبيصحوا بقى إيه ساعة السحور على الساعة 2 كده ولا حاجة بيصحوا، ويكونوا بقى سهرانين للساعة 6 الصبح وبعدين يناموا. وانا بفرش هنا في الصاله، ومالك صحي من النوم، قلت له والله العظيم انت جيت في وقتك عشان خاطر تشيل معايا الترابيزه. بصوا بقى، كان نفسي الكفر بتاع الاوضه بتاع السجاد اللي هو بديل السجاد ده، كان نفسي يبقى شبه بتاع الصاله كده. يعني بتاعت الصاله بصراحه شكلها تحفه، ما فيهاش الوان تمشي مع اي حاجه. بتاعت الاوضه فيها الوان. بس انا في اوضه الاطفال يعني مش مشكله. الاوضه الاطفال بتحب الالوان الكتير والحاجات دي، وانا كده كده يعني مش مرتبطه بلون معين. الاوضه كلها شبه بعضها، كلها كافيهات في بيش وكده. هنا مالك اهو صحي من النوم، قلت له والله العظيم انت قايم في الوقت بالظبط. تعالى يلا بقى ايه، شيل الترابيزه كده قصادي يلا عشان نحطها ايه في مكانها. عودوا ولادكم كده ان هم يساعدوكم وان هم يعملوا معاكم كل حاجه كده ايد بايد. وظبطت بقى الترابيزه كده في النص زي ما انتم شايفين، علشان خاطر ايه تبقى مظبوطه. وبص من هنا ومن هنا تبقى مظبوطه كده بالظبط ويبقى شكلها حلو. وجبت كمان مفرش جديد للترابيزه لان انا المفارش اللي عندي كانت فضي. وانا كنت عايزه حاجه اوف وايت كده عشان ايه تمشي مع الدنيا، لان الانتريه كله فضي كله رصاصي، فقلت يبقى تغيير شويه وكمان يدي شكل حلو. وكمان بحب كده كل عيد اجدد في الحاجات اللي موجوده في البيت. اجدد يعني ايه، اجيب حاجات جديده تبين كده المكان، احس ان احنا في عيد. يعني احب اجدد في البيت اكتر ما اجدد مثلا من اللبس ومن حاجات كتير ايه. طبعا السنة دي بصراحة الواحد جدد حاجات كتير في حياته. الواحد جدد شقته وجدد فرشه وجدد نفسه، وكمان جددت قلبي وطلعت الناس اللي كانوا فيه ودخلت ناس بدالهم تانية تستاهل. فاعملوا كده زي الناس اللي تلاقوها ما تستاهلش في حياتكم، طلعوها من حياتكم ودخلوا ناس جديدة تستاهل ان هم يكونوا موجودين في قلوبكم. يستاهلوا الحب اللي موجود في قلوبكم، يستاهلوا الكلمة الطيبة اللي انتوا بتطلعوها لهم وبتقولوها لهم، يستاهلوا العشرة الحلوة اللي انتوا بتعشرها لهم. سيبكوا بقى من الناس اللي ما تستاهلش دي، اركنوها كده على جنب وابعدوا عنها وعن عشرتها، خليكم مع الناس الطيبة. فرشت الطرقه بتاعتي زي ما انتم شايفين. ده برضو كفر بديل سجاد، بس ده انا جايباه بالمتر، المتر ب200 جنيه.
الحتة دي انا جايباها مترين ب400 جنيه للمطبخ، هي مقاسها 120 عرض والطول مترين. هي العرض كده زي شوية كان عايز متر ونص، بس ما كانش فيه الرسمة دي، والرسمة دي كانت عجباني جدا لانها ماشية مع التعريجة اللي في السيراميك، نفس التعريجة اللي في السيراميك نفس التعريجة اللي في الرسمة. وقطعت هنا الحتة دي كده نص متر، وقطعت للطرقة متر، وبين السريرين في اوضة الاطفال متر، يعني الموضوع كله ايه دخل في حوالي ايه 800 جنيه اللي انا قطعتهم بالمتر دول. والكفر السجاد بتاع الصالة، عشان الناس اللي بتسأل، انا جايبة من حد بيبيع جملة، عاطيني بتاعت الصالة ب600، هي بره ب700 وب650، وعاطيني بتاعت اوضة الاطفال ب500. مقاسها 160 في مترين وستين، او 160 في مترين وستين ب500. وهنا ابو مالك كان باعت لنا بقى معطر كده للستاير وللانتريه وللسجاد وللفرش وللجو، برضو من السعودية، ريحته تحفة يا جماعة. الحاجات بتاعت بره دي استحيل تلاقي زيها هنا. رشينا طبعا الدنيا كده بقى، مليناها كده معطر، وعشان تبقى الشقة شكلها حلو وكمان ريحتها حلوة، وعشان كده نحس بالعيد وفرحة العيد. ربنا يجعله عيد سعيد علينا جميعا. وهنا بقى رجعت لكم على الشقة كلها من اول وجديد. اطقم السراير دي ماما اللي مفصلها لي، ماما عندها مكنة بتخيط عليها، انا جبت القماش والراجل قصهولي، وماما اللي فصلتها بالطريقه الجميله دي، وعملت لي لها كرانيش حلوه كده. ربنا يديها الصحه والعافيه وطولة العمر ويخليها لنا يا رب، وادعوا لها كده دعوه حلوه من قلبكم لعل الله يستجيب لكم. ربنا يخلي امهاتنا وامهات المسلمين اجمعين، ويبارك فيهم ويبارك في صحتهم وعمرهم، ويجعلهم دايما موجودين ومجمعيننا. هنا مالك يعني كان قاعد على الارض، وانا بقول له قوم اقعد على الانتريه يا حبيبي، ما تقعدش على الارض. بصوا بقى شكلهم من قريب تحفه ازاي، جمال جمال جمال. ما تنسوش بقى يا حبايبي تقولوا لي رايكم في الشقه، وما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات بتتابعوني منين، واللي مش عايز يقول يصلي على النبي اكتبوا في الكومنتات الله يبارك لكم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اكتبوا كده بس، مش عايزه اي حاجه الا انكم تكتبوا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. وما تنسوش يا حبايبي تدعوا لي دعوه حلوه من قلبكم لعل الله يستجيب لكم. وما تنسوش تدعوا الملك ابني بالشفاء يا رب، وما تنسوش تدعوا لعادل ابني بالهداية، ربنا يهدي ولادكم ويصلح حالهم ويشفيهم ويعافيهم ويفرحكم بيهم ويفرحنا بيهم يا رب، ويجعله عيد سعيد علينا وعلى الأمة الإسلامية كلها. انتظروني بقى في الفيديو بتاع بكرة إن شاء الله، مفاجأة، فيديو هيبقى جميل جدا هيعجبكم جدا، والكلام اللي فيها هيعجبكم برضو جدا. انتظروني ان شاء الله في الفيديو ده هيعجبكم. وكده بيكون خلص الفيديو بتاعنا النهارده. وما تنسوش تقولوا لي رايكم يا حبايبي، ما تنسوش تحطوا لي لايك وتشيروا لي الفيديو. اسيبكم بقى في حفظ الله ورعايته، مع الف سلامه، وكل سنه وانتم طيبين.